بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي عشاق الكرة مع محترم، أنا النهاردة حبيت أتناقش معاكم في موضوع يخص المستشار تركي آل الشيخ. كلنا عارفين إن في خلاف حصل بين المستشار تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي. المستشار تركي آل الشيخ خانوا التعبير في الكلام عن النادي الأهلي، وطول عمر النادي الأهلي ليه مساهمينه، ليه معجبينه، ليه مستثمرينه، والتاريخ بيقول كده. من أيام الملك فيصل أول واحد جاب صالة مغطاة للنادي الأهلي ياسين بيه منصور من 2003 ل 2009، وقف مع الاهلي كتير كتف في كتف، ساعد في الاهلي في حاجات كتير، ساعد في صفقات، ساعد في لعيبه، ساعد مع مدربين، ساعد في انشاءات، ساعد في حاجات كتيره. واحد تاني برضه الاعلام ما بيذكروش كثيرا ولا الاهلاويه بيذكروه كثيرا، هو ناصر الخرافي المستثمر الكويتي رحمه الله عليه، اتوفى في 2011. الراجل ده كان شبه قايم بمانويل جوزيه، كان هو اللي حاطط تكاليف كتير من الفندق بتاع الماريوت محل اقامه مانويل جوزيه، كان هو بيساعد في جزء كبير منه، كان بيساعد في جزء كبير من الصفقات، كان بيساعد في تغيير عربيه مانويل جوزيه، كان بيساعد في مساعدين مانويل جوزيه، لان لدرجه ان تردد ان الراجل ده رحمه الله عليه لما توفى عرفوا انه كان سايب وديعه باسم مانويل جوزيه للدعم للنادي الاهلي. واحد تاني برضه لم تتم الشراكه معاه، ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، كان عايز يشارك النادي الاهلي، وكان هيجيب طياره باسم النادي الاهلي، وكان هيجيب لعيبه من باريس سان جيرمان، اي نعم هتبقى مش اساسيه بس هتبقى عاليه. كان عايز يتعامل مع النادي الاهلي فكر اوروبي، لان النادي الاهلي طول عمره اوروبي، النادي الاهلي طول عمره براند. النادي الاهلي شوف الرعاه قد ايه، شوف بيخش لهم الرعاه قد ايه عشان شعبيته، عشان بطولاته. النادي الاهلي طول عمره اي حد يتحط جنب اسم النادي الاهلي قبل ما هو بيستفيد النادي الاهلي بيستفيد، والنادي الاهلي حاجه تعشقها اوروبا افريقيا، ليه كيانه، ليه مركزه، ليه تاريخه، ليه بطولاته. في ناس كتير قالت في السوشيال ميديا وسوقت الموضوع بشكل مغلوط ان المستشار تركي آل الشيخ لو جه النادي الاهلي هيتحكم في النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما الكابتن محمود الخطيب قال النادي الاهلي مش للبيع، فعلا النادي الاهلي مش للبيع. اي حد هيخش النادي الاهلي هيخش في حيطه سد. النادي الاهلي كيان، النادي الاهلي نادي دوله، النادي الاهلي مسوق نفسه بنفسه. كمان عايز اقول برضو يعني من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقولها، تخيل لو في توأمة وشراكة ما بين النادي الاهلي والمستشار تركي آل الشيخ، تخيل كمية الرعاة هتبقى ازاي، تخيل النادي الاهلي هيروح فين. هنعرف نعمل معسكرات مختلفة، هنعرف نلاعب فرق قويه. ده احنا دلوقتي بنروح كاس العالم للانديه اما بنلاعب تشيلسي ولا بنلاعب ريال مدريد ولا بنلاعب بايرن ميونخ بنتذكرها كثيرا. تخيل لو الناس دي في مباراه وديه دوليه او في مباراه رسميه برعايه المستشار تركي آل الشيخ في موسم الرياض. تخيل لو النادي الاهلي اتحط له براند كده على كتفه في موسم الرياض، تخيل هيجيب لنا فلوس قد ايه. الكوره دلوقتي نشاط تجاري واستثمار، والكلام ده حصل في مصر حتى بعيد عن النادي الاهلي. المهندس نجيب ساويرس ماسك نادي زد بيرعى امواله في نادي زد. المهندس ماجد سامي كان مستثمر في نادي وادي دجله. الحاج محمد الاسيوطي بيستثمر في نادي الاسيوطي. فالكوره بقت تجاره، بقت استثمار. تخيل النادي الاهلي كمجلس اداره عامل اللي عليه،
بيبني في فروع، عامل كل حاجه، بس النادي الاهلي ماشي زي السحلفاه. على الاقل مثلا ارضيه ملعب التتش اللي لسه ما غيرناش لحد دلوقتي، اللي بكولر الله يبارك له لما جه النادي الاهلي قال الارضيه دي جابت لنص اللعيبه رباط صليبي. هنعرف نعمل ملاعب تدريبيه، هنعرف نجيب اعلى الادوات للرياضيين، هنعرف نعمل معسكرات بشكل مميز، هيبقى لنا طياره خاصه، هيبقى في معسكرات مختلفة. تخيل لو احنا دخلنا موسم الرياض، تخيل لو او زي الكلام ما اثير في السوشيال ميديا او الكلام اللي احنا بنسمعه، تخيل لو رونالدو جه النادي الاهلي. تخيل قيمة الاهلي عالية وكل حاجة، بس هتعلى قد ايه؟ تخيل لو رونالدو لبس تيشيرت النادي الاهلي، تخيل كم واحد هيشتري تيشيرت رونالدو باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره كبير، النادي الاهلي طول عمره متقدم، بس الحياه اختلفت، الدنيا اتقدمت، اي حاجه في الدنيا دلوقتي صناعه، والكوره من ضمن الصناعات اللي انت كل ما تصرف عليها كل ما تديك. كنا عايزين نجيب صفقه محمد بن رمضان، ما عرفناش نجيبها، المدرب طالبها، ما عرفناش نجيبها عشان شويه دولارات. وزي ما احنا دلوقتي في ماتشات بتتعمل وديه دوليه بتجيب عائد مادي وربح مادي، واي حد هيخش النادي الاهلي ولا يعمل شراكه معاه ولا يعمل رعايه معاه مش بيرمي فلوس، هو كده كده هيكسب. المستشار تركي آل الشيخ، والشيء بالشيء يذكر، ساعه ما حصل خلاف مع النادي الاهلي وكان هو راح بيراميدز، شوفوا عمل ايه في بيراميدز، ودى بيراميدز في حته ثانيه. كان عايز يقول لنا تخيلوا انا بحب كيان النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي، تخيل لو انا استثمرت ده في كيان النادي الاهلي. المستشار تركي آل الشيخ جاب رونالدو وجاب اندرتيكر وجاب ناس كتير، استثمر في اوروبا. النادي الاهلي طول عمره كبير، النادي الاهلي هيقوى بيه وده هيقوى بيه. زي ما احنا دلوقتي عندنا موسم الرياض كل سنه، ما عندنا في مصر موسم العالمين كل سنه، فهيطور الاداء. النادي الاهلي براند، النادي الاهلي غير قابل للبيع، النادي الاهلي بيدار من خلال جمعيته العموميه اللي هي احنا جمعيه العموميه للنادي الاهلي، هي اللي تقول مين يقعد ومين يمشي، هي اللي تقول انا صوت لده ما صورش ده. النادي الاهلي ما بيقدرش من خلال اشخاص، بيقدر من خلال جمعيه عموميه هي اللي ليها حق الكلمه. احنا بنقول عايزين نودي نادينا في حته تانية، عايزين نستثمره احسن. الاموال لما تتضخ، اما بقى في صفقات، اما بقى في ادوات، اما بقى في حاجات عاليه، اما في شراكه في استثمار. العالم كله دلوقتي استثماري، العالم كله راس مالي، الكوره بقت تجاره، الكوره بقت صناعه. نجيب من النادي الاهلي على اسمه وبرانده اعلى قائد. احنا استاد الاهلي بقى لنا 7 8 سنين بنحكي فيه، قدامنا 20 سنه على بال ما نعمله. ما لو في فلوس فيد واستفيد، هتلاقي احنا استفدنا، والمستشار تركي آل الشيخ استفاد، والسعوديه استفادت. شوف السوشيال ميديا هتبقى اللي على الاهلي قد ايه، شوف الاهلي هيكسب قد ايه بالسوشيال ميديا، شوف الاهلي هيكسب قد ايه من الفانيلا، شوف الاهلي هيكسب قد ايه بالرعاه، شوف الاهلي هيكسب ايه قد ايه بالاعلام. الاعلام احنا بدانا كناس اهلي، بدا الاعلام الناس الاهلاويه تقل فيه. فين الاهلاويه اللي في الاعلام؟ فين الاهلاويه بتدافع على كيان النادي الاهلي؟ الناس دي قلت. دلوقتي الاعلام 90% منه متزملك، كله بيحكي على الزمالك، محدش مدي الاهلي حقه، بيحطوا فينا، بينزلوا فينا. في ناس راحت للمستشار تركي آل الشيخ بعد ما زعل وراح لبيراميدز، راحوا قالوا له شبك له بيك خدامك بين ايديك، احنا مالناش دعوه بالاهلي ومالناش دعوه بالناس الثانيه. الناس دي الثانيه بتحكي بقيم مبادئ، احنا عايزين فلوس، احنا عاوزينك تجيب لنا صفقات، عاوزينك تجيب لنا مدرب، عاوزينك تجيب لنا عبد الله السعيد، عاوزينك تجيب لنا فلان. وكان بيقول تحت امركم كيدا في الاهلي، بس كل حاجه راحت لحالها. ده كلام نقوله، عايزين نبص لبكره، عايزين نبص لقدام. والراجل طول عمره بيقول انا محب عاشق للكيان بما يضمن النادي الاهلي رقم واحد ما يتاثرش مجلس الاداره بقرارات، حقه قراراته، حقه ادارته. بس احنا عايزين نشوف النادي الاهلي نادي اوروبي، عايزين نشوف النادي الاهلي نادي اعلى، عايزين نشوف صفقات حلوه، عايزين نشوف زي ما احنا بنشوف في الدوري السعودي، عايزين نشوف حاجه تقدميه للنادي الاهلي. انا وجهه نظري ان انا بقول لو حصلت
توأمة بين المستشار تركي آل الشيخ والنادي الاهلي، والظروف سامحه ومساعده دلوقتي، العلاقه شبه طيبه. ده الراجل بيتفرج على ماتش الاهلي بيتفرج بيقوم ينط كانه مشجع درجه ثالثه. عايزين ايه منه تاني؟ راجل عاشق للكيان، راجل عايز يفيد الكيان، احنا ما نخسروش بما يتناسب مع عقيده واخلاق واداره النادي الاهلي. اثقلت عليكم، سلام عليكم.